انا معاكم، مش على طول الست هتكون حزينه طول عمرها. الحزن هيبقى في قلبها. يعني هيجي عليها وقت وهتغير، هيجي عليا وقت وهغير الوان، هيجي عليا وقت وهرجع لطبيعتي زي ما كنت وهو عايش. هيجي عليا وقت وانا عايشه حياتي بشكل طبيعي. يعني حياه طبيعيه جدا زي اي حد، لان انا انسانه على فكره زيكم. ف... فطبيعي ان انا اكيد انا بخرج نفسي من الحاله دي. انا بقالي دلوقتي 8 شهور في الحاله دي، والحمد لله ربنا من عليا ان انا اخرج منها، لان انا لو فضلت فيها انا كنت معرضه ابقى مريضه سكر وضغط وكوليسترول زايد وامراض كتيره. يعني الحمد لله ربنا يعني عافاني منها ولحقت نفسي. غيري يعني يا ريت تقومي وتلحقي نفسك انت كمان، لان مفيش اغلى من الصحه ولا حد هيقدر يعوضها لك. فانا يعني كل واحد هيمر بالظروف دي او مر بيها عارف انا بقول ايه. الوقت اللي هنيجي فيه هيبقى وقت، او وقت التغيير. لابد ان هو هيجي ولازم، حتما ان هو حتما هيبقى جاي. فاحنا التغيير هيجي بس الحزن واخد برضه مكان في قلب الواحد. يعني عمر ما حد بيتنسى، ولا عمر الفقد بيتنسى، ولا الغاليين بيتنسوا. فانت كده كده دي حياة وهنعيشها بطولها وبعرضها لحد ما نقابلهم على خير ان شاء الله. ف مش طول الوقت هبقى حزينة. يعني انا مش طول الوقت انا حزينة، انا مش طول الوقت عندي ولادي من حقهم ان هم يشوفوني كويسة، من حقهم يشوفوني بضحك، من حقهم اشاركهم العابهم، دراستهم، حياتهم، اهدافهم. من حقي ان انا اعمل يعني حياة معاهم جديدة واعوضهم باباهم ومكانته عندهم. فده عادي. فكل واحدة شايفة نفسها مش عارفة تخرج، اخرجي، حاولي تخرجي مع اولادك وخرجي نفسك من اللي انت فيه، لان انت هيجي عليكي وقت وتخرجي. بس في فرق اللي بيخرج بدري، وفي فرق من اللي بيخرج متأخر. اللي خرج بدري لحق نفسه من مشاكل صحية كتيرة جدا، وحاجات كنت المفروض تبدأي فيها وتعمليها مع نفسك مع اولادك هتعمليها بدري. وفي حاجات تانية اما انت تتأخري وتقومي من قومتك دي هتلاقي نفسك المفروض كان ده يتعمل من زمان، وهتلاقي نفسك هتدخلتي نفسك في دوامة انت في غنى عنها. فاطلعي بسرعة من الحزن. كده كده انت هتفضلي حزينة وقلبك مكسور، فخليها بينك وبين نفسك وبين ربنا، وقومي ابدأي وقفي على رجلك وابسطي نفسك وولادك.